السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاختيار، لو حطيت في اختيار بيبقى الاختيار ممكن يكون صعب عليك وممكن يكون سهل عليك. أكتر واحد اتحط في اختيارات هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. أول موقف من المواقف اللي سيدنا إبراهيم عليه السلام اتحط فيها ما بين أهله وبين ربنا سبحانه وتعالى، لما أبوه قال له: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. بعد الكلام ده كله سيدنا إبراهيم قال له: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي. ربنا سبحانه وتعالى كافئه بعد كده وقال له إيه؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له الذرية الصالحة بقى، إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، مش ذرية بس، وأنبياء كمان. موقف تاني من مواقف الاختيار مع سيدنا إبراهيم لما ربنا سبحانه وتعالى رزقه بالولد على كبر. ربنا سبحانه وتعالى أمره إن هو يحطهم في أرض صحراء جرداء لا زرع بها ولا ماء، حتة أرض ما فيش فيها لا شرب، مفيش مية، مفيش أكل. السيدة هاجر تقول له: هو ماشي إلا ما أنت تتركنا، سيبنا مع مين؟ فسيدنا إبراهيم عليه السلام سكت وما ردش، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أمرك؟ فأومأ برأسه كده اللي هو: أيوة يا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أمر. قالت له: اذهب فلن يضيعنا الله. الولد جاله على كبر وهو راجل كبير ومحتاج للولد، وسابه عشان اتحط في اختيار. موقف بعد كده كمان لما سيدنا إسماعيل عليه السلام كبر، وسيدنا إبراهيم راجل كبير في السن ومحتاج حد يقف جنبه. سيدنا إسماعيل شاب يقف جنب أبوه، وربنا سبحانه وتعالى قال له: اذبحه. قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شوف بقى رد الابن، ما قالوش أنت اتهبلت، ما قالوش أنت مجنون زي ما احنا بنسمع اليومين دول، ما قالوش كده خالص. لا، سيدنا إسماعيل برضه اتحط في اختيار. قال له إيه؟ يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكانت العاقبة بتاعت الاتنين، الفائدة اللي عادت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إسماعيل، إن ربنا سبحانه وتعالى قال: وفديناه بذبح عظيم. مش كده وبس، ده بقت سنة لآخر يوم القيامة، يبقى عيد الأضحى وضحى سنة بين تلبية أمر ربنا سبحانه وتعالى من سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم. أنت لو اتحطيت في موقف في اختيار هتختار مين؟ لو انت ماشي في الشارع وسمعت المؤذن وهو يقول لك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، هتسمع الكلام وتخش تصلي، ولا هتمشي كأنك عابر سبيل؟ فكر فيها، وقف مع نفسك وقفة، هتلاقي والآخرة خير لمن اتقى.